حرب الطماطم اندلعت في مدينة فونول الإسبانية، وتقاذف فيها أكثر من 20 ألف شخص حوالي 150 ألف كيلوغرام من الطماطم الناضجة. ويقام مهرجان توماتينا كل عام في البلدة التي تبعد 38 كيلومترا غرب فالنسيا، وهذا الطقس التقليدي يبدأ فقط بعد أن يتسلق بعض المشاركين عمودا زلقا من الصابون للوصول إلى ساق خنزير. كان الأمر جنونيا، الناس كانوا مجانين وفي حالة هستيرية. الطماطم تصيبك بقوة في وجهك، لكنها تجربة عليك أن تعيشها. هذا لا يحدث في أي مكان آخر. وجذب المهرجان في ذروته ما يقدر بنحو 45 ألف شخص، وذلك قبل أن يتحول إلى حدث محدود نسبيا يحجز فيه المشارك مكانه بتذكرة، ويتيح ل22 ألف شخص فقط المشاركة فيه، وتذهب 5,000 تذكرة إلى السكان المحليين. ويسمح للسكان المحليين بالمشاركة في حرب الطماطم مجانا، أما دونهم من الزائرين فعليهم دفع 10 يورو ليحظوا بهذه المتعة. كانت تجربة مثيرة، الطماطم والحرب والجنون، كان الأمر خارجا عن السيطرة وكان ممتعا حقا. هذه هي أول مرة لي في توماتينا وسأعود مرة أخرى. وتعود حرب توماتينا إلى عام 1945 عندما اندلع نزاع عفوي بين المزارعين، وتم حظر المهرجان لفترة في الخمسينات خلال فترة الحكم المستبد للجنرال فرانشيسكو فرانكو، لكنه اكتسب شعبية بعد إحيائه من جديد ليجتذب حشودا هائلة يأتون من بلاد مختلفة.